في ناس بتتولد عندها موهبة الرسم، وناس تانية عندها موهبة الغنى، وناس وهي بتلعب كورة وهي صغيرة بيبقوا حريفة. بس قلما لما تلاقي حد من وهو صغير ولسه ما تمش 10 سنين حريف في البيزنس. يمكن الطفل الصغير ما كانش عارف ان بعد 78 سنة ثروته اللي كانت شوية قروش هتكبر وهتبقى اكتر من 22 مليون دولار. بس اكيد كان عارف هو بيحب ايه وشاطر في ايه، وعنده رؤية حتى لو مش واضحة قوي. نفسه يبقى ايه لما يكبر؟ نفسه يبقى تاجر شاطر. حكايتنا النهاردة حكاية الحاج رحمة الله عليه محمود العربي، اللي بيثبت لنا ان مش لازم يعني تتولد في بقك معلقة ذهب عشان بعد سنين تبقى رجل اعمال ناجح وكل الناس عارفاك وبتتكلم عنك. حكاية كلها دروس، سواء على مستوى البيزنس او الماركتينج او حتى على المستوى الانساني. طفل صغير من قبل ما يتم 10 سنين اتعلم القراية والكتابة والقرآن في الكتاب في قريته اللي في قلب المنوفية. عنده اخوات كتير قوي، كان بيتاجر من وهو قد كده. طلب من اخوه الاكبر منه ان هو يجيب له بومب وصواريخ وبلالين علشان يبيعها في العيد، والموضوع ده استمر تقريبا 2-3 سنين. يحط راس ماله ويجيب المنتجات ويبيعها وراس ماله يكبر، وما يمدش ايده عليها خالص لحد ما راس ماله لشوية قروش كبر شوية. بس قال لأ، أنا عايز أعمل حاجة أكبر. طلب من أخوه اللي كان بيشتغل وقتها في القاهرة إن هو ياخده معاه ويدور له على أي شغل هناك. اشتغل في الأول في مكان بتاع عطور بيقفل الأزايز، بس لقى إن هو مش هو ده حلمه. هو مش عايز يعمل كده، هو جاي هنا القاهرة عشان يعمل حاجة أكبر. ما قالش بقى خليني في الكومفورت زون ولا أنا خايف أخد الريسك، لأ. طلب من أخوه اللي أكبر منه إن هو يشوف له حاجة تانية. وقتها شاف له فرصة عند عم رزق. عم رزق ده اللي علم محمود العربي طول البيزنس. كان تاجر خردوات وأدوات مكتبية في الموسكي. محمود العربي اشتغل عنده لمدة 7 سنين، اتعلم منه أصول التجارة والبيع والشراء. وعم رزق كان ممشي الدكانة بتاعته بمبدأ بيع كتير بسعر قليل تكسب كتير. ومحمود العربي لحد ما توفى كان مطبق الاستراتيجية دي. محمود الطفل كان شاطر وأمين لدرجة إن عم رزق كان بيسيب له المحل لوحده يقف فيه. وفي يوم من الأيام حقق مكسب كبير قوي، 40 جنيه، وده في الستينات كان طبعا رقم. وكان فرحان قوي بنفسه إن هو عمل ده لوحده. ولما جه عم رزق في آخر اليوم أو تاني يوم شكره، بس ما ادهوش مكافأة ولا حتى زوده في الراتب وهو معاه 7 سنين. قال لأ، كفاية قوي كده. أنا قعدت هنا 7 سنين اتعلمت كل حاجة ممكن أتعلمها، مفيش حاجة زيادة هتعلمها، ويا ريتني متقدر. هو عم رزق كان أسلوبه جاف مع العملاء ومع الموظفين بتوعه، ودي الحاجة اللي محمود العربي كانت عنده بالفطرة وما تعلمهاش. إن مهم قوي إن أنت تبتسم وتضحك في وش زبونك وتعامله كويس. ده بسبب ده كان في ناس بتيجي مخصوص تشتري من الطفل الصغير. محمود العربي ساب عم رزق وراح اشتغل في شركة النصر بتاعة الحاج أبو شليب. ولما وقتها سأله انت ليه سبت عم رزق، انت بقالك كتير قوي معاه؟ ما قالوش السبب الحقيقي، ما قالوش اصلا انا عايز انكريس في السالري وهو مش مقدرني والكلام ده. قال له لا، انا بقالي سنين عنده وتعلمت منه كل حاجة، فانا بقى عايزة اتعلم حاجة جديدة. انا بقالي سنين بشتغل في البي تو سي، يعني ببيع منتجات للمستهلكين اللي بياخدوها لنفسهم. عايزة اشتغل في البي تو بي، عايزة اتعلم ان انا كتاجر اتعامل مع التجار ازاي، بيع لهم ازاي. الحاج ابو شليب وقتها شغله، وطبعا محمود العربي اثبت كفاءة وكان شاطر جدا. وجا بقى الجيش ودخل الجيش وخرج من الجيش. ابتدى اول خطوة في ان هو يفتح حاجة لنفسه. وقتها فتح محل هو و4 شركاء تانيين، منهم عنتر، وده كان بيشتغل معاه عند الحاج ابو شليب. 2 تانيين يبقوا اخوات دخلوا براس المال، فتحوا اول محل في الموسكي الادوات المكتبية والخردوات. بس بعد كام يوم عنتر حس بتعب شديد وللأسف قعد في البيت. وقتها محمود فضل محافظ على ماله، كان بيبعت له الأرباح. نسيت أقول لكم كمان إن هم في أول يوم فتحوا فيه المحل حققوا مبيعات ب1300 جنيه. عنتر فضل تعبان وبعد فترة توفى، بس برضو الحاج محمود كان محافظ على نسبته وكان بيدي الأرباح كل شهر للورثة بتوعه. عمل بتعليم دينه اللي اتعلمها من وهو صغير، وإن لازم لما تدخل شراكة مع حد يبقى فيه بينكم حب ومودة ورحمة.
بس الاخوات بقى ما عجبهمش الحال ده، وقال لا، هو واحد تعبان وكمان اتوفى وعايزينه كأنه بيشتغل زيه زينا. وفضوا الشراكة دي. حاج محمود اداهم فلوسهم، بقى هو صاحب المحل. دخل معاه اخواته الاكبر منه في التجارة وقتها، وربنا كرمهم وفتح عليهم، فتحوا مكان اكبر. ابتدوا يشتغلوا زي ما كانوا شغالين في الادوات المكتبية والخردوات، ابتدوا كمان يصنعوا ادوات هندسية زي البرجل والمسطرة. ودخلنا حرب 73 وخرجنا منتصرين، وهم مكملين في البيزنس. وقتها دخلت مصر الأجهزة الكهربائية، وكأي حد حريف في البيزنس راهن عليها وكان عارف إن هي كسبانة. وقتها ابتدوا يشتغلوا في الأجهزة الكهربائية، والحاجة اللي كانت ب5 هو كان بيبيعها ب6، وكمل على طريقة عم رزق: بيع كتير بسعر قليل تكسب كتير. طب ايه بقى اللي حصل وخلى فيه نقلة من مجرد ان محمود العربي تاجر شاطر قوي لان هو يبقى الوكيل الحصري لتوشيبا؟ توشيبا وقتها كانت بتدور على وكلاء في البلاد المختلفة، وكانت بتنزل مندوبين يعسوا كده ويشوفوا السوق فيه ايه. فكان في واحد ياباني نزل مصر وشاف وسمع العربي جروب وعن محمود واخواته، ولقى قد ايه هم شاطرين وقد ايه الناس بتحبهم، فراح قال لتوشيبا ان ده احسن وكيل لينا. وقتها توشيبا رفضت علشان تعدد الانشطة بتاعهم، هم تقريبا بيشتغلوا في اي حاجة حلال ممكن تجيب مكسب وقتها، بس قالوا نجرب، واي نوت. ابتدوا بالمراوح، وفي خلال سنة واحدة العربي جروب اللي ما كانش وقتها لسه اسمها العربي جروب عملت مبيعات فظيعة، خلت شركة توشيبا تستدعي محمود العربي اليابان وتيجي تقول له ورينا بقى الراجل اللي عامل قلق ده شكله عامل ازاي. وفعلا راح اليابان، وهناك انبهر بالتصنيع بالتقنيات اللي وصلها شركة توشيبا، وقعد يفكر كده مع نفسه: هو ليه ما نفتحش مصنع في مصر؟ ايه اللي ناقصنا يعني؟ رجع الحاج محمود العربي وهو الوكيل الوحيد لتوشيبا في مصر لحد دلوقتي. بس بعد ما رجع فكرة المصنع ما راحتش من باله. قالوا توشيبا قالت له لا، انسى، انتوا اخركم معانا نبعت لكم المنتجات وانتوا تسوقوها عندكم في مصر، بس التصنيع اطلع منها. قدر يعافر في الموضوع وسافر بلاد كتير قوي، وشاف مصانع وشاف ازاي الناس بتصنع، وحط تقريبا 70,000 جنيه في أرض في بنها عشان يخليها المصنع. وراح لتوشيبا تاني قال لهم أنا جاهز من مجاميعه، والله هتدوني أصنع تبقى العلامة التجارية بتاعتكم وهتبقوا كسبانين، مش هتدوني أنا هروح أشوف حالي وأصنع أنا وأنتوا اللي هتخسروا. وقتها توشيبا ادت برميشن لمحمود العربي إن هو يبتدي يصنع باسم توشيبا في مصر، وابتدى بالمراوح. مين فينا بيت جدته مفهوش مروحة توشيبا اللي كانت بتلف وبتعمل لنا دوشة؟ محمود العربي مش بس صنع المروحة بكواليتي عالية جدا نفس الكواليتي بتاع توشيبا، لأ، توشيبا كانت بتدي ضمان سنة واحدة للمراوح، هو ادى العميل ضمان 5 سنين. ودي كانت نقطة فاصلة جدا في حياة الحاج محمود العربي. المصنع بقى 2 و3 و10، فتح مصانع في أماكن كتير قوي، أولهم كان في بنها، وبعدين أسينا في المنوفية والعاشر بن رمضان وأماكن كتير. مع الأيام والسنين بقى الوكيل الحصري لتوشيبا والعلامات تجارية كتير قوي. محمود العربي قدر يعمل مصانع بمواصفات عالمية، وكان شخصية فارقة في التصنيع في مصر. بقى وكيل حصري لأكتر من 18 علامة بتصنع أدوات كهربائية، وكمان عمل العلامة التجارية بتاعته تورنيدو اللي بتنافس براندات عالمية. مجموعة العربي بتصنع أكتر من 4000 منتج، وعندها داخل مصر وخارج مصر أكتر من 40,000 موظف، تصدر منتجاتها ل60 دولة حول العالم. حاج محمود العربي ادى دروس كتير قوي في الماركتينج وفي البيزنس وكمان في الحياة. كان شخص خير جدا وكل الناس بتحبه. الموضوع مش مقتصر شخص ناجح عمل بيزنس ونجح فيه وعمل امبراطورية كبيرة، الموضوع أكبر من كده. الموضوع عن حد الناس بجد بتحبه، عن حد خير عمل كتير قوي لوطنه والبلده والناسه. بنى مستشفيات على مستوى عالمي في قلب قريته. من المواقف اللي اتحكت عليه إن في عميلة اشترت تلاجة والتلاجة كان فيها مشكلة. بعد ما العميلة اشتكت وقالت المشكلة اللي حصلت في التلاجة وقد ايه هي سببت لها خسارة وان هي ما عندهاش امكانية ان هي تجيب تلاجة جديدة، الشركة بعتت لها تلاجة جديدة.
دي حاجة بسيطة قوي من الحاجات اللي هو عملها، حاجة تبين لك قد ايه هو كان كير على العميل بتاعه. كان اهم حاجة عنده رضا العميل وثقة العميل. الشعار بتاعه مش مجرد شعار صناع الثقة، لا، هو كان بيطبقه بحذافيره، مش بس مع العملاء بتوعه اللي بيدخلوا له فلوس، لا، كمان مع الموظفين. وقت أزمة كورونا اللي ناس كتير قوي اضطرت للأسف إن هي تمشي عمال أو توقف إن هي تديهم رواتب، هو كان مكمل وبيدي الرواتب زي ما هي. أي نجاح كان بيحصل للشركة كان بيصرف للموظفين مكافآت، كان بيعامل الموظف كأنه شريك بالظبط، مش حد بيشتغل عنده. رحمة الله عليه، توفى سنة 2021. جنازته كانت من الجنائز الأسطورية اللي طلع فيها ناس كتير قوي قوي، كلهم بجد بيحبوه وبيقدروه. رحل عن عالمنا وساب إرث كبير قوي، ساب إرث لكل شخص ما يعرفوش ولا تعامل معاه ومجرد سمع عنه، إن هو يديله أمل إن هو يقدر يبتدي من الصفر، وإن هو يعلمه إزاي يكون خير وإزاي يعامل الشركاء بتوعه بما يرضي الله، وإن التجارة مش فهلوة، التجارة حرفة لازم تبقى شاطر فيها وبتحبها، تدي كل واحد حقه، من أول الناس اللي بتشتغل عندك لحد العملاء بتوعك. الجيل التاني والتالت من أولاد الحاج محمود العربي وإخواته هما اللي بيديروا الشركة دلوقتي بنفس أسلوبه ومكملين في نفس نجاحاته. حلقة واحدة ما تكفيش إن احنا نتكلم عنه كإنسان وكتاجر وكبزنس مان، رول موديل لناس كتير قوي. دي كانت نبذة صغيرة قوي عن حد ابتدى من الصفر ووصل إن هو يعمل إمبراطورية. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب.